اول حاجه يا حبايبي عندي هنا طاجن مكرونه بقواقع البحر، وحطيت عليه جبن وحطيته في الفرن. دي اول اكله لينا. قواقع البحر تشمل كل حاجه يعني. تاني اكله عندي هنا طاجن باميه باللحمه الضاني. حاجه بقى كده روعه. كل الطريقه دي هتلاقوها على الصفحه. عملت كمان رز بالشعريه وعيش ومخلل. الطريقة بتاعت الطاجن ده كل الأكل عامة اللي هتشوفوه هتلاقوها على الصفحة. تاني أكلة بقى أكلة اقتصادية جدا. أول حاجة عملت شوية مكرونة سباجيتي مع خضار بقى ومخلل وبطاطس وبيض مسلوق، رش عليه فلفل أسمر كده وملح. أكلة بسيطة جدا. اليوم اللي بعد كده عاملة بطاطس. تمام. وزي ما انتم شايفين في انا عاملاها بالسجق او الصدق والخضار. وحاطه هنا رز بلسان العصفور ومقطعه بصل، وكمان حاطه شيبسي. ودي تاني الاكله اللي بعد كده عشان انا مش فاكره العدد كام. كل الاكلات دي زي ما قلت لكم هتلاقوها عندي على القناه بالتفاصيل. البطاطس بالسجق طعمها كان تحفه وخفيفه وكانت جميله جدا، يا ريت تجربوها. اما الاكله اللي بعدها كانت عباره عن سمك مشوي. تمام، سمك بحر مشوي. ده سمك بوري وبطاطا. كلها اسماك بحر. وعملت رز صياديه وشويه سلطه وشويه مخلل. تمام. وده كان الغداء بتاعنا النهارده. اكله سهله برضو وبسيطه جدا. اما على اليوم اللي بعديه كنت عامله رز حبايه وحبايه، وكنت عامله لوبيا وبقطع اللحم كده زي ما انتم شايفين كده، ورز حبايه وحبايه زي ما انتم برضو شايفين، ومخلل. وبسم الله ما شاء الله، يعني الحاجات كلها والله اقتصاديه. يعني بربع كيلو لحمه ممكن تعملي وجبه ل3 افراد او 4 افراد. اليوم اللي بعديه عملت بقى صينيه مكرونه بالفراخ والخضار. صينية مكرونة بالفراخ والخضار. حطيت أقل من ربع كيلو والله العظيم. الصينية دي كلها معمولة أقل من ربع كيلو بانيه. حطيت كيس خضار وقطعت الفراخ وكان طعمها تحفة. برضو اللي حابب يشوف كل الطريقة دي هيلاقيها على القناة. تمام. صينية مكرونة حطيت جنبها بس مخلل، حطيت جنبها شيبسي أو بطاطس يعني براحتكم. اليوم اللي بعديه بقى عملت سمك شوربة. تمام. ورز صيادية، وقليت سمك بربون وسمك بحر، وحطيت كمان سلطة. تمام، اهو الاكل قدامكم. آه، ده بربون مقلي وسمك كمان بحر مقلي وبطاطس وسلطة وشوربة. وطبعا كنت صايمة اليوم ده فكنت عاملين عصير فراولة. وده كان اليوم اللي بعد كده. تمام. اليوم اللي بعديه على طول كنت عاملة رز بالشعرية وبطاطس بكرات اللحمة اللي انتوا شايفينها دي. عملت الصينية وحطيتها تحت الفرن، خدت بس لون، بس كان طعمها تحفة تحفة تحفة. وحطيت طبعا شيبسي ومخلل. وطبعا كنت صايمة برضو ورحت حطيت عناب. وده كان فطارنا اليوم اللي بعد كده. ده نموذج برضو من نماذج الغداء او الفطار رمضان براحتكم. بعد كده هحط برضو يوم سمك تاني. هو الظاهر الفيديو ده اتكرر عندي، ما تزعلوش بقى معلش. ده كان سمك بوري وبطاطا ورز برضو ورز اسمر او رز بصوا اليوم اللي بعديه كنت عاملة سندوتشات بطاطس سوري بالسجق. بطاطس سوري بالصدق. تمام. وكنت حاطة جنبها مخلل، وكنت حاطة كمان شيبسي. تمام. ممكن بقى تحطوا خضار او كده براحتكم. بس ده كان يوم كده خفيف كده برضو، حاجة حلوة قوي يعني.
اليوم اللي بعد كده عملت كشري اسكندراني، تمام، وعملت شطيطة أو شطة، وكنت حاطة القواقع البحرية دي اللي هي السردية والجلاجولا والحاجات دي، وكنت قالية كمان صبيت وحاطة مخلل. يعني أكلة برضو ايه بحرية، ومحمرة بطاطس. وطبعا القواقع البحرية دي احنا بنجيبوها من البحر وبنسلقوها وبنتسلوا فيها كده مع الأكل. اليوم اللي بعد كده كنت عاملة مكرونة سباكيتي، وكنت عاملة بانيه، وكنت حاطة شيبسي وبطاطس محمرة، وكمان مخلل. تمام. ده برضو يوم كده ممكن بقى تبدلوا بقى، يعني البانيه ممكن تعملوا بيض، يعني بصوا كل حاجة بتمشي. اليوم اللي بعد كده طبعا انتوا فاكرين اليوم اللي انا كنت عاملة فيه البطاطس بكرات اللحمة، اتبقى مني كرات لحمة شلتها حبة، كانوا حبة حلوين، حطيتهم في التلاجة وعملت منهم الوجبة دي. كان سباكيتي بكرات اللحمة. التفاصيل كلها زي ما قلتلكوا هتلاقوها على القناة زي ما انتوا شايفين كده. كنت قالية برضو بطاطس وحاطة مخلل وكل حاجة. اسهل حاجة ممكن تعمليها، كرات اللحمة دي بترمي معاكي كمية كبيرة جدا، يعني دول كان نص كيلو اكلونا يومين. اليوم اللي بعد كده طبعا زهقت بقى بصراحة من عملت شعرية. حمرت شعرية وعملت بطاطس محمرة وحطيت بيض وحطيت طماطم وفلفل و... وطبعا برضو كنت صايمة، فعملت عصير مانجا. تمام. وده كان يوم من الأيام برضو، يعني حاجة برضو خفيفة وكده. أما بعد كده حطيت بقى ايه، لميت بواقي التلاجة كلها. كنت عاملة شوربة والقاس ورز بالشعرية، وكان عندي قطعة كده فراخ سخنتهم، وحطيت شوية مخلل، وحطيت شوية حبة حتة جبنة وزيت زيتون، وحطيت فول، وحطيت كمان بيض مسلوق. وفطرنا اليوم ده برضو كنت صايمة. وكان يوم كده ايه، لميت بواقي التلاجة زي ما بيقولوا وحطيت، وكان الأكل زي العسل. يعني برضو بواقي التلاجة مش هتترمى. اليوم اللي بعد كده عملت دبابيس الفراخ بالخضار. تمام. دبابيس الفراخ بالخضار دي برضو حلوة جدا، وعملت جنبها رز بالشعرية اهو. وحطيت مخلل وعيش بلدي، واحلى اكله كده برضو. دبابيس الفراخ دي تحفه يا جماعه بجد، جربوها. الاكلات اللي انا بقولكوا عليها حلوه قوي دي جربوها. كرات اللحمه بالبطاطس جميله. الدبابيس برضو حلوة. اليوم اللي بعد كده عملت برضو مكرونة سباكيتي. احنا بقى على فكرة يا جماعة احنا بنموتوا في المكرونة سباكيتي، ممكن تعملوا اي نوع تاني براحتكم. وكنت عاملة هنا كفتة، وكنت حاطة شيبسي آه وبطاطس، وحطيت هنا خضار، وحطيت كمان مخلل. واليوم برضو عدى وعملت حبة سلطة، وكان عسل قوي 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 قوي. اليوم اللي بعد كده بقى عملت أكلة شعبية جميلة قوي. عملت سلطة الرنجة الروعة، سلطة رنجة تحفة يا جماعة بجد جربوها. عملت سلطة رنجة، أكلة بقى شعبية. كان في ناس بتاكل الرنجة وفي ناس ما بتاكلش الرنجة. فعملت الرنجة وبطاطس وفلافل وسلطة وسلطة مش والجنب التاني عملت شوية مكرونة، وحطيت برضو بطاطس وكده. تمام، للجنب اللي ما بياكلش رنجة. اليوم اللي بعد كده عملت بقى ايه، زي ما انتوا شايفين كابوريا وشوية سمك، وعملت سمك شوربة، وحطيت بطاطس محمرة، وحطيت رز صيادية، ورحت بقى حطيت شوية مخلل، وكان الأكل زي العسل بصراحة. السمك الشوربة ده بيبقى حلو قوي يا جماعة، والله جربوه. يعني الناس اللي ما بتحبش السمك هتحبه. وده يوم من الأيام. أما اليوم اللي بعد كده بقى حطيت بقى ايه، بطاطس في كرات لحمة برضو. تمام. وحطيت كمان رز بالشعرية، وحطيت شوية مخلل. وعدى اليوم برضو كرة اللحمة بالبطاطس دي يا جماعة والله العظيم بتعمل
بتعمل كتير أوي، والله يعني بُصّوا بتعمل الربع كيلو هيعمل